تقوم كتيبة جبريل التابعة للواء رجال الله بتوزيع مادة الطحين على كافة المواطنين بنسبة 8 كيلوغرام لكل عائلة واحدة بمعدل وجبة واحدة يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نقوم باستلام الإغاثة من مندوبنا بالخارج فراس درويش من الأعمال السورية للإغاثة والتنمية، ونقوم بتوزيعها للمواطنين. نحن هذه الكمية ما راح توفينا بالغرض الكامل، ولكن الرمد أشوى من الأعمى. نحن الآن نقوم بتوزيع كل 5 كيلوات من الطحين لدفتر عيلة. ممكن تكفي هال5 كيلو هاي العيلة لمدة 24 ساعة مو أكثر. ونحن نشكر مجلس الأعمال السورية للإغاثة السوريين الداعمين للشعب السوري واللي واقفين جنبنا بهالمحنة العصيبة، ونشكر كل دول الخليج الداعمة لهالموضوع والواقفة لجنب الشعب الشعب المستغيث، الشعب الهالك من قبل نظام عصابات بشار الأسد. وأنا باسمي وباسم أهل قريتي أتشكر كل من دعم الشعب السوري وما زال يدعم ويقف إلى جانبنا. ونشكر بالأخص فضيلة الشيخين الشيخ عبد الكريم حداد والشيخ موفق اللبن لمساعدتهم. أشخاص عم يتعبوا لحتى يأمنوا أي شيء يساعد الشعب السوري ضمن منطقة الغار. ونشكر جميع من ساعدونا وساهموا بالوقوف إلى جنب الشعب السوري، ونشكركم جميعا. محمد عبد الله المحمود، خالد محمود المحمود. وين شوف ام واحد؟ بس شوف ام واحد. عبد الله احمد ابنك عبد الله. قال يا صافي تعال. قال يا شوف لي الف. يا سعد. علي عوض جياري، علي عوض شنو فضل بوبو محمد نور بالي من آل عطية. حط لهم السيارة. وين شو طلبات عندهم؟ شيل واحد غير. هات سلموا. جيب واحد لي. هذا ناجي. بعد ما يقدر. حطوا السيارة. حطوا السيارة. شيل معي هذا زينب. هذا فيه رايح وين رايح؟ يا رسول غفير غفير يا غفير بينه ويا شيء هذا 3 وضعك 4. لا حاكم عنده. خلاص فكرنا كده. شوف محمد بدأ الزوم
توزيع إغاثات مادة الطحين من مجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية في 3/1/2013 في قرية باب الطاقة سهل الغابري في حماه.